هاي جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم هايدي من هايدي بيوتي. اليوم حبيت احكي عن الميك اب ريموفر، اللي هو المنتج اللي نستخدمه لما نريد نمسح المكياج. كلش هواي اجتني اسئلة عن البشرة الصحية والبشرة الزينة. البشرة الصحية والبشرة الزينة دائما تبدي بغسولات زينة، ميك اب ريموفر زين، وتونر زين، واكيد كريمات ليلية أو صباحية تكون مناسبة لبشرتكم. فاليوم حبيت أحكي، وحلقتي راح تكون عن الميك اب ريموفر، لأنه أعرف أنه أكو هواية بنات، أكو بنات ينامون بمكياجهم، وأكو بنات يغسلونه بالصابون العادي، وهذا أكبر غلط تسوونه. هذا يدمر بشرتكم، لأنه المكياج كله بمواد كيميائية أو أكثريته، فتحتاجون من صدق ميك اب ريموفر كلش زين يفيد بشرتكم ويخليها فريش، ما يأثر، يعني ما يخلي المكياج يأثر عليها. فاليوم أني صارلي تقريبا شهر أستخدم المنتج هذا، و بيرفكت، يعني يفيد للبشرة الدهنية وللبشرة الجافة بنفس الوقت. أني بشرتي جافة، بس بنفس الوقت يفيد للبشرة الدهنية. الاثنين يقدرون يستخدمونه بدون ما يفكرون بأي شيء. الشيء الوحيد اللي لازم تفكرون به للناس اللي بشرتهم جافة، انه ما يصير تستخدمونه يم العين، لانه يجفف المنطقة هاي المنطقة كلش حساسة. ف نصيحة من عندي لا تستخدموه قريب على العين، شوفوا لكم غير كريم او غير اي شيء يمسح لكم اياه. المنتج هو من جارنير، تقريبا بطلع لكم، شوفوا الشهر وهالقد مستخدمة من عنده. على شكل مي، ما يأذي البشرة، كلش صحي، ما يحتاج لهواية تعب. راح أجرب لكم إياه على بشرتي وأمسح لكم جهة، وراح تشوفون إيش قد يمسح بسرعة، يعني ما يحتاج تعيدون عليه أكثر من مرة. راح أخرب المكياج، بس مو مشكلة، أنتوا تستاهلون. تاخذون قطنة وتخلون شوية أو هواية حسب المكياج أو المنطقة تردون تمسحوها، تخلين القطنة تتبلل، وبعدين يعني حتى ما يحتاج تعيدين على المنطقة أكثر من مرة. هالقد حاطة مكياج. المنطقة نطفت، وطبعا أرجع أعيد مو أكثر من مرة بنفس المكان، بس أرجع أخلي وحدة ثانية، يعني أستعمل قطنة جديدة وأمسح الخد الثاني والمكانات الثانية. أني لأنه بشرتي جافة ما أقدر أستخدمه قريب على العين، لأنه ينشف هاي المنطقة. هذا المنتج لازم تشترونه، راح أحط لكم صورته، ومن صدق راح تدعولي. فهسه أني أعوفكم أكمل المسح مالت المكياج مالتي، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. كتبولي شنو يعجبكم، عن شنو نحكي، وأكيد راح أسوي لكم فيديو ونحكي عليه. باي باي.